أين أنتم عشاق الخوخ؟ عملت لكم الخوخ راني بطريقة سهلة وبسيطة، مش بس عشان هو لذيذ وبيرطب على القلب، لأ كمان هو من الحاجات اللي بتخفض مستوى الكورتيزول وبالتالي بيحسن مستويات هرمون التستوستيرون وبيزود الجسم بكتير من الفيتامينات والمعادن. حضرت بقى 2 كيلو كده من الخوخ، أنا جبت خوخ ناشف، مش عايزة أجيب خوخ طري، أنا عايزاه ناشف عشان أقشره كده وما يتبهدلش معايا. بقشر الخوخ بالطريقة ديت. احنا هنعمل طريقة الراني متقشر كده وطريقة تانية بالقشر. هعمل لكم الخوخ بكذا طريقه، بس دي طريقه من غير قشر خالص كده، في ناس ما بتحبش قشر الخوخ فانا قشرته بالشكل ده كده. سهل وبسيط خالص، والقشره خفيفه ورقيقه كده بالشكل دوت، مش واخده من الخوخيه حاجه. هجيب بقى الخوخيه كده واخدها من النص كده، اقسمها 2 بالشكل دوت، واحاول كده اقطع الخوخ كده ايه بالطول كده بالشكل دوت. لو عايزين بعد ما تقطعوه بالطول تعملوه مكعبات زي الروني بالظبط اللي بنشوفه في المحلات، مفيش مشكله، بس انا بحب الحجم ده بصراحه، الحجم ده بيبقى جميل كده وما بيتهريش مني، وجميل بصراحة كده بالشكل